السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. حد فاكر عربية جيلي إيميجراند؟ أيوة، العربية السيدان الصيني، بتبقى إنتاج وتجميع صيني. كانت بتنزل السوق المصري من سنة 2013 لحد 2018. بعد كده بقى توقف تقديمها في مصر، مبقناش نشوفها، بس هي عربية كويسة جدا وناس كتيرة جدا كانت بتلجأ إنها تجيبها عشان خاطر تشتغل عليها. طيب ايه الاخبار بقى اللي معانا؟ الاخبار اللي معانا ان العربيه دي ظهرت في صاله عرض تبع شركه اوتو موبيليتي الغانم، اللي هو توكيل بقى جيلي مع توكيل ابو غالي. حضراتكم عارفين بقى ان الشركتين دول واخدين توكيل جيلي في مصر. لما توكيل اوتو موبيليتي طرح عربيه ستار راي وبدا بقى يحط الحجز عليها، يعني حضرتك دلوقتي تقدر تحجز على العربيه، ظهرت بقى عربيه جيلي ايميجراند. والاخبار اللي معانا النهارده ان شاء الله التوكيل ناوي بقى ان هو يجمع العربيه دي محليا، يجمعها في مصر. دي خطه بقى حاطينها عشان خاطر يجمعوا اكتر من عربيه في مصر، زي بقى توكيلات تانية زي توكيل المنصور برضو ما بيجمع، وزي كمان توكيل غبور برضو ما بيجمع عربيات هنا محلي في مصر. طبعا الموديل اللي ظهر هو موديل 2024. تعالوا بقى مع حضراتكم نستعرض كده مواصفات الموديل ده ايه. ايميجراند بتنزل بمحرك 1500 سي سي تنفس طبيعي مش تربو، طلع قوه 110 حصان مع عزم اقصى الدوران 147 نيوتن متر. بالنسبه للفتيس فبيكون خيارين من الفتايس، يا اما ناقل حركه يدوي 5 سرعات او ناقل حركه سي في تي. العربيه سيدان سب كومباكت، ابعادها بتكون الطول 4 متر و63 سم والعرض متر و82 سم، وطول قاعده العجلات 2 متر و65 سم. العربيه من جوه بتبقى كويسه، مساحتها كويسه لما كانت بقى بتنزل، وبرده متوقع انها تنزل بنفس برده الابعاد دي ونفس المساحات اللي من جوه. العربيه من جوه الماتيريال بتاع الفرش بتاعها كويس جدا، موجود فيها كمان فتحه سقف، موجود برده بالنسبه للكونسول السائق فيه شاشه وسايط 10 وربع بوصه، ابل كار بلاي بقى واندرويد اوتو، جنبها شاشه سائق نفس المقاس برده، قدامها بقى طاره مالتي شيك جدا، فيها فرامل يد كهرباء، عصايه فتيس رياضيه بشكل شيك. بالنسبه لعوامل الامان والسلامه المتوقع تنزل فيها العربيه، متوقع تنزل باثنين ايرباج وانظمه بقى الفرامل المتعدده الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي، وكمان رؤيه بانوراميه 540 درجه حوالين العربيه. يعني كده بقى حضرتك بتتكلم في كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه وكاميرا في كل مرايه عشان يكونوا بقى الرؤيه البانوراميه 540 درجه حوالين العربيه. هتنزل بباكج حلو من عوامل الامان والسلامه. العربيه كمان بتتمتع بتصميم شيك، شبكه كبيره فيها حليات من الكروم بشكل عمودي، وفي وسط الشبكه دي علامه جيلي، وعلى الجنبين في الفوانيس الاماميه ال اي دي، لكن ما بيكونش فيه فوجات. العربيه من ورا شيك جدا بصراحه، لايت بار بين الفانوسين بيكون جواها كلمه جيلي متقطعه، والاضاءه بتكون ال اي دي، كاميرا خلفيه بقى وحساسات ركن خلفيه مع عواكس اضاءه، بيكون في بصمه في اوكر الابواب، بيكون في كمان ستارت وستوب انجن. يعني العربيه بالمواصفات اللي بتنزل بيها بره اللي لسه بقى هتنزل بيها هنا مصر، العربيه كويسه جدا. لكن بقى التوكيل لسه ما صرحش العربيه هتنزل باسعار ايه، ولا برضو عدد فئاتها هيكون كام. ممكن بالطريقه دي وبالمواصفات اللي بيها العربيه، فالعربيه ممكن تنزل تعمل منافسه جامده جدا يا جماعه. يعني العربيه موثوق فيها في السوق، العربيه عامله اسم في السوق المصري. يعني دلوقتي حضرتك اي حد هتساله على جيلي ايميجراند هيقول لك العربيه دي كانت كويسه جدا وكانت بتاعه شغل، كان في ناس كتير جدا بتروح للعربيه دي كاختيار عشان خاطر يشتغلوا عليها، كان في ناس تانية برضو بتروح للعربيه دي عشان خاطر تشتريها بمناسبه بقى انها عربيه صيني واسعارها في المتناول. وبرضو حضرتك لازم تعرف ان العربيه دي لحد دلوقتي مطلوبه بالنسبه بقى للعربيات المستعمله، فالعربيه دي حاليا سعرها برضو في المتناول، ممكن سعرها ما يعديش 300,000، ده السعر العادل بقى ليها. فلسه بقى مش عارفين العربيه لما تنزل هتنزل باسعار كام وفئات كام، وهتقدم امتى ان شاء الله. هي موجوده دلوقتي في صاله عرض في شركه اوتوموبيلة الغانم، لكن بقى هيفتح باب الحجز عليها ولا لا، وبرده في اخبار مؤكده ان هو هيجمعها هنا في مصر. فهي كده بقى ممكن يكون هو ينزلها كعربيه مستورده بالكامل، وبعد كده بقى يبدا يجمعها هنا في مصر، هيبدا بقى اسعارها تتغير. لكن للاسف يا جماعه كلنا عارفين ان العربيات لما بتتجمع هنا في مصر اسعارها برده بتكون هي او قريبه جدا من الاسعار اللي بتنزل بيها مستورده بالكامل. يعني انا حضراتكم قبل كده عربيه هيونداي الانترا اي دي نازله بسعر مليون و50، طب ما هو برده المستورده بالكامل ممكن تكون في نفس الرينج او اعلى شويه. برده شيري تيجو 4 برو نازله برده بنفس الاسعار مليون وشويه. المفروض العربيات اللي بتتجمع هنا في مصر، خصوصا اللي بيكون بقى داخل فيها رينج التجميع حوالي مثلا 60 او 70%، العربيات دي تكون ارخص من المستورده بالكامل. لكن بقى دي سياسات توكيلات اتكلمنا قبل كده عنها كتير جدا، وبرده حضرتك لازم تعرف ان لو قدامك عربيه مستورده بالكامل وعربيه تجميع محلي والفرق بينهم اعلى حاجه بسيطه في السعر للعربيه المستورده بالكامل، يبقى لا حضرتك بصراحه تروح تجيب العربيه المستورده بالكامل، لان التجميع المحلي يا جماعه في مصر مش للدرجه. وكمان في تفرقه بين التجميع المحلي في عربيات وعربيات، براندات وبراندات. يعني براندات بي ام دبليو لما بتيجي تتجمع في مصر بتتجمع بطريقه كويسه، تقفيلها بيكون كويس. لكن براندات تانية الاقتصاديه زي مثلا شيري وزي مثلا كمان هيونداي، العربيه دي بتتجمع بتقفيل مش اللي هو، ما بيبقاش تقفيل جيد، بيبقى تقفيل اقل من الجيد. فحضرتك بالنسبه لك يهمك جدا ان انت تلاقي عربيه بتقفلها كويس عشان ما يحصلكش بقى مشاكل بعد كده من التقفيل ده. في نهايه الفيديو بقى لو عجبك الفيديو ده عامله لايك وشير وسبسكرايب، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.